الصينية اللي هتنسيكي همومك وهتوديكي في حتة تانية، صينية الكنافة بالمانجا. حاجة كده عظمة، شايفين الجمال؟ ولا طعمها خطير؟ مش عايزة اقولكوا تحفة تحفة تحفة. طب تعالوا نشوف كده احنا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنبدأ ببسم الله. انا معايا هنا نص كيلو كنافة، حطيتها في الفريزر الاول عشان لما اجي اقطعها تبقى سهلة معايا في التقطيع. هنا بقى هبتدي اقطعها، انا عايزة اخليها ناعمة معايا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا هنا بعد ما قطعتها هنزل معايا ب3 معالق سكر، علشان انا هنا عايزه السكر يديها طعم وكمان تاخد معانا اللون الذهبي الجميل. انا هنا بقى معايا ربع كوبايه سمنه او تلت كوبايه سمنه. هبتدي اقلب بقى كده لحد ما الكنافه بتاعتنا تتشرب بالسمنه. هسويها كده واحطها في الفرن تحت الشوايه واتبعها، وابتدي اقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل دون. شايفين الجمال؟ لو انت حابه تحطيها على البوتاجاز مفيش اي مشكله. انا بقى هنا معايا كوبايه كريم شانتيه، هي ميه ساقعه متلجه خارجه من الفريزر، وهبتدي انزل بالميه تدريجيا. هبتدي اقلب بقى كده لحد ما الكريم شانتيه يتماسك معانا. انا هنا مش عايزاه يبقى تقيل قوي، عايزه قوامه يبقى خفيف شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هجيب معانا الصينيه بتاعتنا، هنزل بقى بنص كميه الكنافه. بصوا شايفين جمال الكنافة بتاعتنا حلوة قوي ازاي. هنا بقى سويت الكنافة اهو بالشكل ده كده. هنزل بقى بالكريم شانتيه، يعني حطي اي كمية. وهنا معايا المانجا دي انا كنت مفرزاها. هنزل بقى بالمانجا كده بعد ما سويت الكريم شانتيه بتاعنا. بصوا هجيب بقى معايا معلقة هنا وابتدي بقى اظبط المانجا كده عشان الصينية كلها تبقى فيها مانجا. بس كده. وبعد كده بقى هنزل ببقية الكنافة اهو بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هنزل بالكريم شانتيه اهو بباقي الكمية بقى بتاعتنا. انا هنا هسيب شوية على جنب علشان انا هعمل بيهم شكل. وهنا بقى ابتديت اهو اسوي الصينية كده علشان تبقى جاهزة معانا. انا هنا بقى هعمل روزيتات على جنب كده اهو عشان تدي شكل جميل. ونزلت هنا بباقي المانجا. هنا كان عندي شوية سوداني رشيتهم على الوش عشان يدوا شكل حلو وجميل. بصوا شكل الكنافة بتاعتنا بعد ما خلصت، مش عايزة اقولكوا حلوة قوي. بصوا شكلها خطير قوي قوي ازاي. بصوا القوام بتاعها تحفة. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. تكلفتها سهلة وبسيطة جدا. لو وصلت لحد هنا متنسونيش في اللايك والشير. استنوني في أكلة جديدة بوصفة جديدة. اشوفكم